الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكن صبايا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم في فيديو جديد. كل عام وانتوا بألف خير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. وإن شاء الله هيك كل أمانيكم تتحقق. اليوم رجعت لكم بهذا الفيديو، حبيت أشارك معكم تحضيرات نهار الوقفة مع أول يوم العيد والتاني، بس أخذت هيك يعني لقطات بسيطة، ما صورت كل شي صراحة. بتعرفوا هيك بتكونوا ملبوكين بأيام العيد، فأخذت لكم هيك لقطات وحبيت أحط لكم إياهم كلهم بفيديو واحد. هون بلشت معكم من يوم الوقفة. طبعا عملت تعزيلة كاملة للبيت كله، وكنت حابة كتير اني اصور، بس والله كنت هيك يعني كتير مستعجلة ومتلبكة، وامي كانت هون، فيعني شلون بدي اقولكم ما كنت هيك الوضع خرج انه اصور، فاختصرت لكم الموضوع. هيك عزلت كل البيت الحمد لله رب العالمين. واخر شي وقت هيك حممت ولادي حبيت اشارككم معكم، وهذا اول ظهور لاولادي. رح أعرفكم عليهم كلياتهم. أول واحد الصبي فرجيتكم إياهم اسمه عبد العزيز، والتانية سلام أكبر وحدة، والثالثة هي تسنيم اللي عم ألبسها هلا، وأصغر وحدة اسمها أسيل. فهيك حممتهم حمام العيد ولبستهم البيجامات الجداد للعيد، وحبيت هيك أصورهم يعني ببيجامات العيد. حممتهم كلياتهم ورا بعض ومشطت لهم شعرهم. للبنات عفت لهم شعرهم مفلوت مشان ينشف، مشان ينشف منيح يعني، مشان تاني نهار العيد يعني يكون شعرهم ناشف. وخصوصي نحن بنهار العيد بنكون فايقين بكير، يعني بفيقوا بكير، فقلت إذا ربطته ما رح ينشف يعني بسرعة، فتركت لهم إياه مفلوت. بعد ما خلصت هيك حبيت كلهم هيك يقعدوا جنب بعض وتشوفوهم كلياتهم. للصراحة أول ما فتحت القناة ما كنت يعني ما كنت ناوية ولا كنت حابة إنه أصورهم، بس هن كانوا حابين يعني، فحبيت هيك يعني أنتوا كمان تشوفوهم، وبإذن الله يعني أنتوا عيلتي التانية، فحبيت كمان تشوفوا ولادي. هون فرجيتكم هون المطبخ كنت حايسته هيك ومنظفته قبل ما أنام. بس كنت رح أجهز الدلة، اشتريت دلة قهوة، دلة قهوة مرة، فحبيت هيك أغسلها هي والفناجين مشان الصبح تكون ناشفة. فغسلتها هيك وخلصت، وبعدين تاني نهار الصبح يعني تقريبا هون كنت أنا عم أغسلها الساعة 2:30 بالليل، والساعة 5 6 هيك شي فقت، لأنه رح يروحوا على صلاة العيد، فجهزت ابني وجوزي كمان لبس وبعدتهم. وكمان رح أجهز الضيافة. فقبل ما أنام غسلت الدلة وجهزت الضيافة، وفقت الصبح بعدين شاركت معكم عم ألبس ابني والبنات. طبعا بعد يعني تقريبا بالعشرة 11 هيك شي لبسوا. بس حطيت لكم إياهم ورا بعض. هون رح أركب هاي المضيفة. هاي المضيفة عندي إياها من هديك السنة. بس هدول هيك اللي طابقين اشتريتهم هالسنة يعني، فركبتهم وجهزتهم وقلت رح أحط الضيافة مشان يعني تاني نهار ما أتلبك. هلا هديك السنة كان عندي قفاص كنت حاطة فيهم هيك كمان معجنات. هالسنة هيك غيرت شكل. رح أحط بهدول الطابقين فوق بعض المعجنات برازق وغريبة ومعمول وراس بعجوه هيك يعني رح أزبطهم. آخر شي طلع كتير منظرهم حلو، انتو كمان أعطوني رأيكم. وبالهيك المفردة يعني رح أحط الراحة. يعني المضيفة العادية رح أحط فيها الشغلات هيك الملبس الحلو البسكويت هيك شغلات. وبعدين رح أعبي صحون تخريطة كمان أحطهم على الطاولة. بحب هيك يعني وقت بيجوا نحن عنا بيجوا الشباب بكير إنه ما أشيل وأحط قدامهم، عرفتوا يعني يكون كل شي جاهز وعلى الطاولة. فجهزت كل شي وحطيته هيك يعني يضل موجود على الطاولة، بس إنه القهوة بس بسخنها وبجيبها. أحكي لكم عن أجواءنا بالعيد. أجواءنا بالعيد الحمد لله رب العالمين تقريبا مثل سوريا، لأنه الحمد لله هون يعني عنا ناس يعني قرايبين عنا الحمد لله، قرايبين زوجي سلايفي يعني كتير ما شاء الله عنا بيوت الحمد لله. فالشباب بيطلعوا يعني بدوروا الصبح بعد صلاة العيد،
يعني بيفتلوا على كل البيوت، على كل القرايبين، وبعدين النسوان يعني بعد ما يخلصوا الشباب دوارة نحن بنطلع نحن والولاد. فكل وحدة يعني بتستنى ببيتها حتى إنه الشباب يجوا لعندها ويعيدوا، بعدين نحن بنطلع. احكوا لي انتوا شلون هيك أجواء العيد عندكم؟ هلأ في ناس حسبنا الله ونعم الوكيل ما لهم حدا أبدا هون، الله هيك يصبرون، لأنه فعلا أجواء العيد كتير حلوة، وخصوصي مع الأهل القرايب. يعني بتحسوا أجواء العيد يعني ضروري يكون مثلا حدا موجود يعني جنبكم، تروحوا لعنده ويجي لعندكم حتى تحسوا بأجواء العيد. بس بهالأوضاع ما ضل حدا جنب حدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يصبرهم يا رب. بعد ما نحن بنطلع يعني أول يوم بنخلص يعني بنروح منعيد، بضل كم بيت. تاني يوم أو ثالث يوم بنروح. تاني يوم نحن طلعنا رحنا على هاي الحديقة باسطنبول، اسمها أمريكان. في ناس بيقولوا لها أميرجان، وفي عالم بيقولوا لها أمريكان. كتير حلوة، وخصوصي يعني وقت بتكون كتير حلوة بوقت الربيع، بيتفتحوا هيك الورود. صورت مناطق كتير حلوة. بعدين يعني هلا تاني يوم مثل ما قلت لكم، مثلا في تاني يوم ناس بيطلعوا كمان على القرايبين اللي من طرف يعني من طرف النسوان. هلا أنا الحمد لله يعني أمي إجت لعندي زيارة، فيعني أول يوم خلصنا ضل عنا كم بيت لسه ما رحنا يعني. وتاني يوم رحنا على هاي الحديقة هيك دورنا، وإن شاء الله يعني إذا طلعنا هيك على أماكن حلوة إن شاء الله هيك ناوية أصور أكتر يعني من هاليومين اللي راحوا. مثل ما قلت لكم ماني متعودة أصور برا، وهيك عم أنحرج يعني، ومشان ما أحرج يعني الناس اللي رايحة لعندهم أو اللي بيكونوا موجودين معي، فمن شان هيك عم أصور هيك كتير لقطات خفيفة لبين ما هيك شوي شوي يعني إنه أتعلم أصور برا إن شاء الله. هون مثل ما قلت لكم فقت الصبح شوفوا نعسان ابني يعني، فلبسته هذا الطقم اللي لونه بني. أنا مثل ما فرجتكم قبل يعني مشتريت له بدلين، فحبيت هيك أول يوم ألبسهم كلهم بني وبيج. طلعوا هيك منظرهم كتير حلو وكيوت كلهم إنه نفس اللون. للصراحة أنا كتير كنت حابة هيك أخذ مانطو وشال وهيك، بس سبحان الله ما تيسرت. أنا عندي مانطو مشتريتها تقريبا من شهرين جديدة يعني ما لبستها أبدا، فلبستها هي على العيد. واشتريت خفافة وهيك يعني شغلات بسيطة، اشتريت 3 شنطايات. بس ما أخذت إنه هيك بدل كامل يعني على العيد. إن شاء الله على العيد الكبير رح أخذ وبفرجيكم إن شاء الله. كنت ناوية يعني بس ما تيسرت الحمد لله رب العالمين. هون هيك بعد ما لبسته لبسوا اثنيناتهم وراحوا على الجامع، وأنا بلشت أشفي هيك عندي شغلات تظبيطات، البيجامة اللي شلحة هيك يعني بتعرفوا شغلات العيد وقت تطلع جديدة، خصوصي الأتيكيتات أو الأكياس أو هيك التعاليق بيضلوا بالأراضي، فلملمت هيك أول بأول مشان ما يصير البيت معجق. وهون زبطت البنوتة. شوفوا أعطوني رأيكم بموديل شعرها باللبس. هيك عجبني أكتر شي، خصوصي إنه اشتريت لون بكلات كبار من ورا، فزبطتهم كلهم وفرجتكم ياهون. أعطوني رأيكم بلبسهم وبشعرهم. آه الصغيرة عم تطلع عليهم، أنا عم أحكي معها من ورا الكاميرا عم أقلها طلع علي، فهي عم تفرجيكم لبسة يعني مثل ما انكم شايفين. إيه والله. بعد ما هون خلصنا بقى طلعنا من البيت مشان ندور أنا وأمي. رحنا هيك على البيوت يعني ولاد حماي، دورنا هيك وخلصنا. أخذت لكم هيك لقطة بسيطة يعني مو إنه هيك وقت طويل، بس المهم إنه هيك فرجيتكم شغلات بسيطة وبس. والله بعدين تاني يوم طلعنا يعني بكير الصبح من البيت على هي الحديقة اللي قلت لكم عليها. بتبعد عنا تقريبا ساعة بالسيارة. بس بالمواصلات كتير هيك بتكون بعيدة يعني، وبتعرفوا انتو اسطنبول كبيرة وزحمة خصوصي أيام عيد، فطولنا يعني والله بالروحة يعني. ووصلنا كتير كتير كان الجو حلو. هيك أخذت لهم كم صورة للولاد، ما شاء الله كتير هيك كان منظر الورود كتير حلو. وهي الحديقة هيك كمان بتطل على البحر، فكمان هيك نزلنا على حرف البحر كمان وصورت. الحمد لله رب العالمين كتير انبسطنا. وهلا هيك رح اترككم المقاطع اللي صورتهم، مقاطع كتير حلوة. تفرجوا على الحديقة وبس. إذا هيك حابين يعني تروحوا عليها بس اكتبوا على خرائط جوجل حديقة الأمريكان، فبتطلع لكم الموقع كتير حلو. وإذا رح تروحوا روحوا يعني بهذا الشهر، بيكون هيك الورد مفتح ومنظره كتير حلو.
هون كنت جايبة معي هيك شوية ضيافة كمان على الحديقة، تخليطة وهيك شغلات يعني معجنات وهيك. قلت بنتسلى بالمشوار وبس. والله يلي حابب هيك يشوف يكمل الفيديو للأخير يشوف الأجواء، ميت السلامة. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك، يحط لي لايك، يكتب لي تعليق حلو. بحبكم كتير كتير، بأمان الله. Helal.